ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده طاجن الباميه باللحمه القمر اللي انتوا شايفينه ده. هنعمله مع بعض خطوه خطوه بطريقه سهله وسريعه، وهيطلع بالشكل الحلو ده. اما بقى الطعم حاجه تانية خالص. هقولك ازاي يطلع معاكي مظبوط 100%. تابع معايا الفيديو للاخر، ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وطبعا اول حاجة هنبدأ بالمقادير. معايا نص كيلو من البامية الخضراء، ونص كيلو من اللحمة، وكيس صلصة من اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده. طبعا زي ما انتم شايفين كده بامية فريش خضراء وشكلها تحفة، صغيرة بالحجم اللي انتم شايفينه ده، ودي احسن حاجة لطاجن البامية. اول حاجة عملتها هو غسيل البامية. مسكتها غسلتها كويس جدا، واسيبها في مصفى تصفى براحتها وتنشف معايا زي ما انتم شايفين كده. ما كانش فيها ولا نقطة مية، وبجد الخطوة دي حلوة جدا. بعد كده هنقلم البامية زي ما انتم شايفين. بشيل الجزء اللي فوق زي ما انتم شايفين كده، وبشيل حتة صغيرة من تحت، وهو ده تقليم البامية. طبعا التقليم بياخد وقت شوية. خلي ايدك خفة كده وانت بتقلمي البامية علشان ما ياخدش منك وقت طويل. هي عمايلها سهلة وبسيطة وما فيش فيها اي تعقيد. هخلص كل الكمية بالشكل اللي انت شايفينه ده كان شكلها يا حبايبي بعد التقليم زي ما انت شايفين كده. جهزت كل حاجة علشان نبدأ في عمايل البامية على طول. معايا بصل وتوم، وقطعت اللحمة قطع صغيرة زي ما انت شايفين كده. وعندي الصلصة كانت فكت بالشكل اللي انت شايفينه ده. كده جهزنا كل حاجة، ويلا نشوف بقى هنعمل البامية القمر دي ازاي. على البوتاجاز كده حطيت حلة على النار، ونزلت بشوية زيت، ونزلت عليهم بالبصل. البصل ده يا جماعة متفرز. هقلبه لحد ما يصفر، وبعد كده هنزل عليه باللحمة زي ما انت شايفين كده. طبعا هتاخد صدمة، وهبتدي ان انا اقلبها. وحطيت عليها شوية من الفلفل الاسود. طبعا شوحتها بشكل كويس جدا، وبعد كده نزلت بمكعبين الثوم وهقلبهم لحد ما ريحتهم تطلع. بس يعني الثوم يا دوبك يصفر خفيف كده، وبعد كده هنزل عليه بالصلصة واقلبه بشكل كويس زي ما انت شايفين. وكمان حطيت نص معلقة صغيرة من السكر، وهنزل عليها بكوباية من المية المغلية. هقلبها كويس، وطبعا مش هحط لها ملح دلوقتي خالص. سبتها لحد ما غليت بالشكل اللي انت شايفينه ده، وبعد كده هد عليها واسيبها تستوي كده براحتها. انا بحب اسوي البامية بالذات على نار هادية خالص، بتطلع بجد جميلة. وكل ما الاقيها نشفت بزودها كوباية مية مغلية من تاني علشان تكمل سواها وتطلع مستوية بشكل كويس. في الوقت ده كنت بشوف اللحمة استوت ولا لأ، وزي ما انت شايفين كده كانت خلاص استوت. هنزل بقى بالبامية وأقلبها وأزودها كده كوباية مية سخنة، وبعد كده ههدى عليها واسيبها برضو تستوي بشكل كويس. طبعا البامية ما بتاخدش وقت في السوا، وكانت استوت معايا في الوقت ده. حطت لها معلقة من الملح ببهارات وظبطت حدقها، وبعد كده هحط لها شوية مية واسيبها كده تغلي غلوة وهطفى عليها. وكده كانت خلاص جاهزة معايا. هطفي عليها، وبعد كده هنحطها في الطاجن وندخلها الفرن. شوفوا بقى شكلها عاملة ازاي، بجد تحفة. لفة كده وحلوة، وبجد كانت ريحتها قلبة البيت كله. هنفضيها كده في الطاجن وندخلها على طول على الفرن. بجد لازم تجربوها بالطريقة دي، وطبعا بعد الشكل الحلو ده انا متأكدة ان انتوا هتجربوها. كده الطاجن كان جاهز معانا، هندخله الفرن من 10 ل15 دقيقة لحد ما ياخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى الجمال؟ بجد طاجن بامية جامد جدا، وطعمه والله رهيب. ايه رأيكم بقى في الشكل الحلو ده؟ يستاهل لايك واشتراك ولا لأ؟ يلا بقى بسرعة اعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا الوصفات الحلوة قوي دي. ولحد هنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا. بتمنى من كل قلبي انه يكون عجبكم ونال رضاكم. ولو انت اول مرة تشوفيني يا حبيبة قلبي، خدي جولة سريعة في القناة، ولو عجبتك طبعا يسعدني وجودك معي. مع السلامة.